السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام أحبتي في الله، نتمنى تكونوا بخير وإن شاء الله ربي ينعم عليكم بالصحة والعافية. ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتي اللي نتمنى من كل قلبي أنه ينال إعجابكم. فيديو اليوم كما راكم تشوفوا عبارة عن مواصلة لتحضيرات شهر رمضان المبارك. نسأل الله أنه يبلغنا رمضان ويبلغكم لا فاقدين ولا مفقودين، ويرزقنا الصحة والعافية حتى نصوموا ونقوموا بأكمل وجه. المهم راح نروحوا للمقادير، المكونات وشحال المقادير نتاعها. بالنسبة للمقادير نتاع حشايش الحساء، اليوم راح نقدم لكم حشايش الحساء أو الحريرة الخاصة بمنطقة أدرار اللي نسموها حنايا معظم البيوت نسموها الحساء. راح نعطيكم المكونات والمقادير نتاعها طبعا، وراح تلقاوها مكتوبة في صندوق الوصف بالجرام وبالملعقه وبالكمشه نتاع اليد. المهم اول حاجه واهم حاجه في الحشايش نحتاج الى القرطوفه اللي هي مسمات بالوزوازه، القرطوفه او الوزوازه. طبعا سبق ودرت لكم فيديو خاص بالوزوازه وهي خضراء وهي جافه وتكلمت لكم فيها كثيرا، يعني تقدروا ترجعوا ليه. المهم اللي تجي فيها هذه الورده الصفراء هي تجي خضراء، وتجي فيها هذه الورده الصفراء اللي راكم تشوفوا فيها. هذه بد ما تسمى بالقرطوفه، ومعظم الناس هنا في أضرار يسموها بالوزوازه. يعني اللي يروحوا للعطار يقولوا لي اعطيني الوزوازه وراح يعطيها. راح نحتاج الى 250 غرام منها. كما سبق قلت لكم حشايش الحساء تعتمد عليها هي اعتماد كلي 250 غرام. ثاني حاجه نحتاج الى زريعه القزبر. زريعه القزبر هي معروفه، نحتاج منها 50 غرام. 50 غرام. ثالث حاجه نحتاج الى الطازيه. بالنسبه للطازيه ماشي كاع الناس يعرفوا الطازيه، وخاصه منطقه أضرار ما يعرفوهاش كثيرا، ولكن تعطي مهمه في يعني في الحشايش تاع الحساء. اللي ما لقاوش تقدروا تستغناو عليها. الطازيه تجي كي ورق البصل ولا ورق الثومه وهي خضراء جافه كما راكم تشوفوا من بعد اللي تجف. بالنسبه للي ساكنين في المنيعه غير دايرهم كاع يعرفوها ورقله، والناس اللي من هذيك الجهه يعرفوها. ثالث حاجه اللي هي او رابع حاجه اللي هي البسباس. طازيه نحتاجه من 50 غرام عفوا من 20 حتى ل 25. بالنسبه للبسباس نفس الشيء نحتاجوا ليه حوالي 20 غرام حتى ل 25 غرام. من بعد نجو الحبق راح نحتاجوا الى كمشة اليد هكا من 10 غرام حتى ل 15 غرام. ومن بعد نحتاج الى مريوه. طبعا الكميات راح تلقاوها في صندوق الوصف اذا نسيت نذكرها لكم. مريوه او مريوت او مريوت كل واحد وكيفاش يسميها. راح نكتب لكم ايضا اسماءها في صندوق الوصف. والال اللي طبعا سالت عليه كثير وما عرفتش واش الاسم الثاني الالال. اذا كتبت لكم في صندوق الوصف معناتها راني تحصلت على الاسم الثاني، ما عرفتوش راني ما تحصلتش على الاسم، وتقدروا تستغناو عليه اذا ما كانش متواجد عندكم. هو اصلا نديروا كميه قليله. هنا عندي الزعتر وعندي فليو وعندي القزبر الجاف. القزبر العادي هذاك الخضر جاف. هذا بالنسبه للمكونات الاضافيه، يعني تقدروا تستغناو عليها، مكونات اختياريه تقدروا تستغناو عليها، تقدروا تضيفوها، تقدروا تضيفوا احد المكونات ولا تقدروا تستغناو عليه. وايضا لو كان عندكم عشبه في الاعشاب ماشي موجوده تقدروا تستغناو عليها، تقدروا تستغناو على عشبه عشبتين، ولكن اهم شيء القرطوفه والمكونات الباقيه معها كما سبق قلت لكم تستغناو على واحده ولا زوج ما كان حتى مشكله. والمكونات الاختياريه العشبات الاختياريه اللي قلت لكم دوك الثلاثه اللي انا اضفتهم هذا العام. سبق درت معكم حشايش الحساء ولكن ما فيهاش هذيك المكونات. المهم اول شيء نبداو في المرحله الاولى هي مرحله التنظيف. ننظف الاعشاب ومن بعد نغربلها او نغربلهم ومن بعد ننظفهم، يعني ما كان حتى مشكله. الطريقه اللي ترتاحوا ليها ديروها. انا هنا نظفت كل عشبه كنت ننظفها ومن بعد نولي نعاود نغربلها ومن بعد نديرها في الصحن اللي راح نخلط فيه كل الاعشاب الخاصه بحشايش الحساء. هذه الطازيه الاولى اللي راك تشوفوا نضفتها معكم، اللي هي الطازيه كما سبق قلت لكم ماشي كاع الناس يعرفوها في أضرار، تقدروا تستغناو عليها. المهم ومن بعد زريعه القزبر. زريعه القزبر هنا المكونات كلها تنظيفها سهل، وخاصه اذا كنتم مجفينها عندكم في البيت. هنا زريعه القزبر تنظيفها سهل بسيط، يعني تلقاو فيها حجره، تلقاو فيها عود، واحيانا والله ما تلقاو فيها حتى حاجه، يعني عويد ولا جوج هكا من الغلاط، ولا تلقاو فيها حاجه يعني حويجات اللي موجودين عند العطار حاجه هكا. ومن بعد تغربلوها كما راكم تشوفوا انا غربلتها نظيفه ما فيها والو، لقيت فيها واحد جوج عودان ولا ثلاثه، ومن بعد خلطتها في الصح اللي راح نخلط فيه باقي المكونات.
هكا يعني تاع التوالي كل عشبه ننظفها، نولي نعاود نغربلها، نخلطها في الصحن وهكا. هذه مريوه معروفه في اضراب مريوه. كاين بعض المناطق اللي يقول لها مريوت، وكاين بعض المناطق اللي يقول لها مريوت، كيما في المغرب نظن يقولها مريوت. وهي راهي تجي تشبه للنعناع، ورق النعناع تشبه ليه، ولكن تجي كي القطيفه، يعني تجي قطيفه. وفي التل راكم تلقاوها نابته، يعني في الشمال موجوده بكثره، وتلقاوها حتى خضراء، ما نعرفش اسمها، لكن راح نحط لكم باقي الاسماء لانه مانيش حافظتها، ولكن انا عندي مكتوبه راح نحطها لكم في صندوق الوصف بالكميات وبالاسماء اللي نعرفها وكلش. شوفوا صندوق الوصف راح تلقاو فيه كلشي. المهم وانا هنا المريوت شريتها، مريوت او مريوه شريتها خضراء وجففتها في البيت، هي والحباق والبسباس هذوك جففتهم عندي، لذلك راهم نضاف، يعني نظفتهم تنظيفه خفيفه هكا، لانه جفتهم في البيت ومنطقه مغلوقه، يعني في البلاصه اللي جفتهم مغلوقه ما فيها لا ريح لا والو، باش هكا ما يجينيش فيهم الطران. هذا اللال كما راكم تشوفوا، اللال هو عباره عن يشبه العرعر، ولكن يجي رقيق على العرعر، يعني كي شغل تقولوا شعرات هكا جافين وخضر. مانيش عارفه واش سميتو، سالت لكم العطار اللي نعرفها، ولكن حتى واحد كل واحد معطاني الاسم، كل واحد يعرفه بألال فقط. اللي في منطقه أدرا تروحوا للعطار وتقول له اعطيني ألال وخلاص. وهو اصلا راه يدار كميه قليله، لانه هو من روايه يجوا شويه مرين، فلذلك ما نديروش منهم كميه كبيره، نديروا كميه قليله فقط. ألال ومن روايه كميه قليله فقط، يعني حوالي ملعقه ونص نتاع الاكل. وراح نكتب لكم بالجرام في صندوق الوصف. نفس الشيء نظفتو من العودان هذوك البويض، غربلتو وحطيته مع باقي المكونات الثانيه. كما سبق قلت لكم تقدروا تغربلوا العشبه ومن بعد عاد تولوا تنظفوها، او تنظفوها من بعد تغربلوها. بالنسبه للبسباس، هذا البسباس نتاع الجنه، حنا نقولوا له عندنا البسباس الجنه، يعني الجنان، يعني بسبال في الحديقه. حنا عندنا في منطقه اضرار كما نقولوا المزارع والبصل اللي يزرعوهم يقولوا لها جنان هذاك، او جمع جنان هو الجنه، فهذا يقولوا ليه بسباس الجنه. يعني البسباس اللي ينبت في ولايه اضرار طبعا، ولكن هو البسباس موجود في كل الولايات، يعني تقدروا ديروا كل ولايه راه موجود فيها. هذاك البسباس اللي نديروه مرقه، هذاك الشعيرات الخضر اللي يجوا فوقو هذوك هما اللي نجفوهم، وحتى يعني من كيما نقولوا كاع الشعيرات وداك الجدر اللي كنبتين فيه الخضر هذاك البارد نجفوهم ونديروهم. وكميه كما سبق قلت لكم راح نحط لكم في صندوق الوصف. نفس الشيء بالنسبه للحبق، انا مجفاته في البيت واستعملت غير الاوراق هكا باش يجيني الطعم اروع. وهذوك العودان الصغار يعني ماشي هذوك الخشان ما درتهمش. وطبعا الا لقيتو هكا عود بيض هكا زايد تنزعوه، ولا لقيتو ورقه مثلا هكا جافه بيضاء ايضا تنزعوها. وهانك يعني مرحله التنظيف والله ما استغرقت لي واحد نصف ساعه، يعني التنظيفات. غير القرطوفه الوزوزه هي اللي اخذت وقت كبير، لانه مطربه وفيها العودان اللي يحتاجوا، وفيها كميه كبيره، يعني كما سبق قلت لكم 250 غرام، لانه هي الاعتماد الكلي على الوزوازه، لانه كاين في منطقه الهضره اللي يديروا الوزوازه فقط، يعني ما يضيفوش لها هذه المكونات كلها، الوزوازه فقط. ولكن احنا حتى نجعلها مفيده وناخذ كل افاده، ونقلعوا البرد، نقلعوا السخانه، نقلعوا كل شيء، عارفين نقراو على هذا الشيء. المهم انا نظفت هنايا نظفت القرطوفه اللي هي الوزوازه طبعا بالمساعده مع اختي باش نكونوا سريعين هكا، وغربلتها. القرطوفه هي اللي تلقاو فيها الطرب، لانه انا شريتها من عند العطار، يعني ما شريتها من برا، وفيها شويه مطربه كما نقولوا، فيها شويه طرب. راكم عارفين هما يجفوا كميات كبار وفي بلاصه معريه، وطبعا ما يخلاش الامر من انه تجيهم الرياح ولا شيء. المهم يعني مثلا لقيتوا حجره تنظفوها، لقيتوا مثلا هذوك الجذور البويض كلهم تنظفوهم، هذوك العودان القاصحين البويض تنظفوهم، فقط تخلوها هي دوك الاوراق الخضر نتاعها، ودوك العودان الخضر الباردين تخلوهم ايضا، والاوراق الصفر. شوفوا شحال لقيت فيها طرب، ونظفتها على مراحل، يعني كل شويه نظفوا وحده شويه نظفوا وحده، ونغربل هكا باش تجيني العمليه سهله. وما خلطت باقي المكونات كلها مع بعض البعض كما راكم تشوفوا. هي ما نقول لكمش على الريحه، يعني وانا ننظف فقط بدات الريحه تفوح، الريحه وبدات واحد الريحه في الدار، ويجيك واحد الاحساس سبحان الله. المهم هنا خلطت هذه المكونات كلها مع بعض البعض. ودوكا نروحوا للمكونات الاختيه. شوفوا شحال طاح ليا من القرطوفه ديال الوزوازه، طاح ليا منها، شوفوا كامله هذا راه مخلوط بالطراب، لذلك نستغنى عليه. اللي طاح من الغربال اللعبه نتاع الفرينه تغربلوا منه. شوفوا الطراب شحال فيها. المهم شوفوا تاني القش، شوفوا شحال خرج ليا.
المهم هذه بعد ما خلطت راح نوريكم دوك 3 اشبات تاليين الاختياريه، يعني بالنسبه اللي ما بغاش يديرهم تقدروا تستغناو عليهم، لكن هما صدقوني ما راحش تحسوا بطعمهم قد ما راح تحسوا بالفائده نتاعهم. اول شيء فليو اللي هو كمشت 4 اصابع، شتو 4 اصابع هكا تهزو كمشه فليو، والزعتر 3 اصابع فقط. وعندنا القزبر الجاف، القزبر الجاف هذاك اللي نشرو من عند الخضار، القزبر العادي الخضر نجفوه ونديروه، اللي ما عندوش يقدر يستغنى عليه. اضفتهم وانا كما راكم تشوفوا منظفاتهم هذو، يعني ما يحتاجوش للتنظيف، ومجفاتهم في البيت فما غربلتهم ما والو، واخذ الاوراق فقط، فلذلك اضفتهم مباشره فوق الخليط، ومن بعد راح نطحنوا في الرحايه. كاين اللي يدق في المهرز نتاع اللوح، كاين اللي يطحن في الرحايه، كاين اللي يروح يديهم لعند الطحان تاع البر تاع الشارع يطحنها ليه. ومطحينهم سهل، يعني تدقوهم في المهرز وتغربلوهم سهلين جدا جدا، يعني لا في تنظيفهم ولا في دقهم ولا في مقاديرهم، سهلين. حضروهم في البيت صدقوني ولا اروع. يعني بالنسبه للناس اللي يديروا الحساب ديروا هاد الحشايش وردوا عليا بالخبر. انا هنا عندي هاد الرحايه نطحن فيها، الصراحه هذه روعه كما نقولوا، يعني تهنيك من حوايج ياسر. هادو بالنسبه لهاد الحشايج يجوا ساهلين، ولكن بالنسبه للتوابل وروعه. المهم طحنتهم كما راكم تشوفوا، قسمتها الى نصفين وطحنتهم مباشره في الرحايه، يعني ثواني ويكونوا مطحونين فقط. شوفوا كي عمرتهم بعد كي يطحنوا على خاطر خفاف ماشي ما يوزنوش، فيجيكم هذه الكميه فقط. المهم طحنتهم كاع كما سبق وقلت لكم، اللي عنده الطحانه يتهنى من كل شيء، واللي ما عندوش يقدر يطحن في هذيك نتاع القهوه ولا في نتاع المكسرات ولا في المهراز، تقدروا تدقوهم في المهراز سواء كان تاع الخشب ولا تاع النحاس. انا زمان كنت ندقهم في المهراز فقط، وكانت عندي هذيك الرحايه تاع القهوه كنت نرحيهم فيها. ودركا والدتي رحمه الله عليها كانت تدقهم فقط. كانوا عارفين زمان ما كانوش كاين رحايات، ويعني مؤخرا كانت تطحنهم في الرحايه تاع القهوه هذوك الصغار. من بعد تغربلوهم في الصفايه فقط، في الصفايه هذيك الصفايه ماشي في الغربال العمى، لانه باش ما يجيكمش بودره في الصفايه فقط تغربلوهم، باش هكا حتى كنبقى لكم عود ولا حاجه ما يهبط ليكمش، وتتحصلوا على هذه النتيجه فقط. وانا نرحي عاد رجعت لهذاك الزمن الجميل، هذيك الروائح نتاع والدتي رحمه الله عليها وهي تحضر هذوك الاعشاب. رحمكم الله يا والدتي واسكنك في فسيح جناته، يعني رايحه ولا اروع. يعني رجعت لطفولتي، وتذكرت ايضا خالتي حدا رحمه الله عليها اللي كانت من يوم ما توفت والدتي وهي دائما كل عام كانت تجيب لنا هكا ديك العلبه الكبيره مملوءه بالحشايش، وكانوا حشايشها ولا اروع. رحمة الله عليك يا خالتي حدا، ورحمة الله عليك يا والدتي، ورحمة كل أمهاتنا وأمهات المسلمين. هذاك شوية اللي تبقى ليا هذاك ما يطحنوش الرحايا، هذه الحاجة شينا فيهم هي تطحن الكميات الكبار فقط، ما تطحنش الكميات الصغار. يعني الحويجات الصغار هكا قد كاس لاتيه ما تطحنهمش، لأنه لازم تغطى هذوك الماس نتاعها يتغطاو باش تطحن لكم. هذاك اللي تعاود دكيتو في المهراز وغربلتو خلطوا قبل ما ديرهم في العلب، خلطوهم مليح 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 باش يتخلطوا لكم كامله المكونات، لانه ممكن ما يكونوش متخلطين وهما صحاح، يتخلطوا لكم وهما مطحونين. ونديرهم في هذه العلب اللي راكم تشوفوا فيهم باش نحتفظ بهم في المجمده. ضروري تحتفظوا بهم في المجمده باش تبقى لكم هذيك الخضوره نتاعهم، ويبقى لكم ولا في الثلاجه تبقى لكم هذيك الرائحه القويه المنعشه. صدقوني والفائده راهي كانوا جداتنا وامهاتنا ما كانوش يديروا الاعشاب هكا فقط، يديروا الاعشاب بكميات معتبره، يعني بكميات وبالفائده، يعني درجه الفائده كل عشبه وشحال نحتاج جسمنا ليها. فوائد ولا اروع وسهله كل وحده تقدر تحضرها في بيتها. هنا درت لكم الميزان، يعني شوفوا 346 غرام جاتني الكميه هذه، جاتني 346 غرام، يعني تقريبا يعني قريب رطل كيما نقولوا واحد 150 نفر. المهم انا كي عمرتهم هكا في العلب، هاد الزجاجيه دولا كتشوفوا فيهم تاع الحمص واللوبيا، جاتني غسلتهم ونظفتهم مليح ومسحتهم، ومن بعد درتهم جاتني علبه ونصف تكفيكم طيل شهر رمضان وتزيد. يعني انا تكفيني وتزيد، لانه راح نحتاجوا منها. انا كنت ندير ل4 اشخاص ندير نصف الملعقه فقط نتاع الاكل، ما ديروش ياسر باش ما تجيكمش مره، باش تاخذوا الفائده وما تاخذوش الضرر. المهم من بعد ما درتهم في العلب، دائما انا نجيب ورقه ونكتب فيها الحاجه اللي راني دايرتها، حشايش الحسا كما راكم تشوفوا، ودرتها في هذيك العلبه الزجاجيه. نصيحه من عندي هذه، دائما ديروا هذه الطريقه باش اي واحد يجي من وراكم يعرف باللي هذه حشايش الحسا ما يغلطوش فيها. وانتم ايضا لو نسيتوا تتذكروا تقدروا تكتبوا عليها حتى التاريخ اللي درتوه
فيها، نحتفظ بها في المجمدات. نتمنى انه فيديو اليوم كنا لاعجابكم. نلتقي في فيديو جديد ان شاء الله. دعواتكم لي بالتوفيق. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وما تنساوش اني احبكم في الله. سلام.